هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم جبت لكم وصفة زلاطة كلش طيبة وكلش سهلة وصحية. أول شي نجيب لهانة بيضة وشوية خس وشوية لهانة حمرا وشوية خيار وشوية بروكلي على مود تصير صحية، وجزر مبروش ناعم وشجر مبروش ناعم وشوندر مقطعين ناعم همينة. نخلطهم سوية وبعدين نبدي نسوي الصلصة مالتها. أول شي عصير ليمونة وشوية خل وشوية دبس الرمان وشوية زيت زيتون وشوية من هاي البهارات مال زلاطة كلش طيبة، ونخلي همينة شوية ملح ونخلطها سوية ونذوقها إذا نشوفها فاهية أو هاي نزيدلها ملح. بعدين نخليها فوق الزلاطة ونخلط الزلاطة كلش زين. لازم تخلون الصلصة قبل التقديم لأن تذبل وتذب مي يعني، وشوية نرش عليها سمسم يعطي طعم كلش طيب. وبعدها راح اخلي فوقها ذرة، تقدرون تخبطون الذرة وياها، أنا خليتها بس هيج بلوجه. وبعدين خليت من هذا اللوف، لوف هو أنا اشتريته جاهز إنه هو هيج مقطع وبيه بهارات، وتقدرون انتوا اصلا ما تخلون من هذا الخبز على مود تصير صحية اكثر، او تقدرون تقلون خبز لبناني وتخلون فوقها. هيج صار شكلها النهائي، حبيت اذوقها وياكم وكان طعمها كلش طيب. كلش انصحكم تجربوها لان كلش طيبة وتستحق التجربة.